الوقت الراهن والوقت الحالي مش مستحمل ان احنا نضيع يوم من غير مدير فني اجنبي للاهلي، علشان يقدر يفهم اللعيبه، يقدر يعرف مركز كل لاعب ويوظف كل لاعب في مكانه صح، ويعرف يحفظهم جمله وخططه اللي هيبني عليها كاس العالم للانديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اشفي اخواتنا في غزه وانصرهم على اعدائنا يا رب، واجعل مصر امنا امانا، اللهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فضلا وليس امرا، اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا حلقه جديده من ملعب التهامي. دلوقتي لازم نتاخرش عن جلب مدرب جديد. الاتجاه كله بتاع اعضاء مجلس الاداره بالكابتن محمود الخطيب الى مدرسه المانيه، والمدرسه الالمانيه من وجهه نظرهم ومن وجهه نظر الدنيا كلها هي دي الاصلح في الوقت الحالي، هي ديت اللي هتنقذ اللي ما يمكن انقاذه. عاوزينه مدرب صغير في السن، مش مدرب كبير خلاص درب كذا انديه كذا نادي، خلاص حصل على كذا بطولات فالشغف بتاع حصد البطولات بقى قليل. هم عاوزين مدرب صغير يكون لسه محققش كارير قوي، وبنفس الوقت يشتغل في الدوري الالماني كتير ونفسه يحصد بطولات يجي يحصدها مع الاهلي باقوى سكواد في افريقيا كلها. هيتقدم له لبن العصفور، هيتقدم له لبن العصفور، بس ما يتأخرش ولا يقصر بربع جنيه مع الفريق. الاختيارات والاسامي اللي معروضة اللي فاتت دي كلها تم الانتهاء منها، زي كارلوس كروش، ده راجل بتاع منتخبات وملوش بال انه يشتغل مع انديه. طيب فايلر نقل بقى شغال دلوقتي اداري مش فني، وخوفا من انه هيجي يقعد شهرين ثلاثه زوجته توحشه يقول لك انا طالع جري اشوف زوجتي، ده انا زوجتي قالت لي اعمل كذا، خوفا من كده. طيب مارك روز الالماني اللي كان فيه كان اكتر اسم مرشح وقوي، ده طالب مطالب فلكيه، عاوز 5,600,000 دولار في السنه. طيب فاضل مين؟ جوزيه جوميز عقده بيتجدد مباشره مع الفتح السعودي في الموسم الجاي، وشرط الجزائي بتاعه 1,500,000 دولار، فعشان اجيبه لازم ادفع له شرط الجزائي بتاعه، ومش هيجي الا بعد يوم 26/5 ده لو فكرنا، فعشان كده تم استبعاده هو كمان. في اسامي جديده في الطريق، اول ما هتنطرح واعرف المعلومه هطلع اقول لكم. لحد دلوقتي ما عنديش معلومه باسامي جديده يتم التفاوض معاها حاليا. النادي الاهلي مكتم قوي على الموضوع ده. طيب كولر من بعد الواقعة السيئة اللي حصلت بين الجماهير معاه وحذف الإزازات عليه وسبه والاعتداء عليه، مصر والمفاجأة هنا إنه ياخد عقده كامل. هتقول له طب ما عقده شهرين يا عم، ما ياخدهم وخلاص، ما كان زماننا خلصنا. كابتن محمود الخطيب ما هو أساسا مش محتاجه، مش محتاجه، كان حابب ان هو عاوزه يمشي، ولكن عاوز هو اللي يمشي عشان يدفع شرط جزائي 4 شهور. ولكن كولر كان عاوز يمشي هو كمان برضه، كان زهق ومل، بس عاوز الاداره هي اللي تمشيه عشان تديله بقيه عقده. طب عقده قد ايه بقى؟ عقده سنه وشهرين، بياخد في السنه 3 مليون وشويه، وشهرين هيخش في 3 مليون ونص. كولر هو ده اللي كان عاوزه، ان الاداره تمشيه عشان ياخد عقده كامل. طب موضوع شهرين والكلام ده لا، بعد المعلومه اللي وصلت لها الدقيقه
هو عقده ممتد سنة وشهرين، ومصر انه ياخد فلوسه هو ووكيله. وكيله مصر على الكلام ده، هو والمحامي بتاعه. دلوقتي النادي الاهلي شغال انه يديله حتى شهرين او 3 ويمشي. رافض رفض تام كولر. الجهاز الفني الجديد المؤقت للاهلي هو مدير الفني الكابتن عماد النحاس، المساعد بتاعه الكابتن محمد شوقي، المدير الرياضي حاليا الكابتن محمد يوسف. انا قلت الكلام ده امبارح في الحلقه بتاع امبارح. وهذا الجهاز هيتم مباشر عمله مع الجهاز الاجنبي اللي جاي، يعني هيكمل شغله مع الجهاز اللي جاي. طيب كابتن سامي قمصان تم توجيه له الشكر، متشكرين يا كابتن سامي مش محتاجينك. طيب الكابتن محمد رمضان تم توجيه الشكر وبرضه خلاص مش موجودين. طيب المدرب الحراس ماشيل يانج لسه في اراء بتروح وبتيجي. احنا عاوزين الراجل ده مقدم مستويات رائعه مع الحراس المرمى بتوعنا، مخلي مستوى الحراس بتاعنا الطب. وفي ناس عاوزه تمشي، في ناس عاوزاه يقعد، بس الاغلبيه انه يقعد. زي ما برضو كان في ناس كتيره قوي حابه ان الكابتن محمد رمضان يمشي في اسرع وقت ممكن، وانبسطوا قوي لما يمشي. وفي ناس نفسها في الكابتن سيد عبد الحفيظ يرجعوا، وهم نفس الاعضاء اللي كانوا بيطالبوا بعدم رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ من منصبه قبل ما يمشي. هم حاليا اللي عرضوا اسمه تاني انه يجي مكان الكابتن محمد يوسف، ولكن الكابتن محمد يوسف هو اللي شغل مدير الرياضي. وننهي مع بعض الحلقه ديت بالزمالك وبيراميدز. انا عاوز اسال سؤال واحد للزمالك: اين انت يا زمالك في هذه الدوامه؟ اين انت؟ بيراميدز مكانك، جمهورك يا زمالك بيشجع بيراميدز، جمهورك يا زمالك هيشجع بيراميدز ضدك في الدوري من اجل الاهلي ما ياخدش الدوري، من اجل بيراميدز تفوز والاهلي ما ياخدش الدوري. فينك يا زمالك؟ فين الشيكات المفتوحه؟ تسديد الديون هتبقى امتى؟ فتح القيد امتى؟ التوأمة اللي بينك وبين بيراميدز هتنتهي امتى؟ التوأمة دي موجودة لصالح بيراميدز وليس لصالح الزمالك نهائي. بالنسبة للتوأمة في قرار واتفاق ما بين بيراميدز والزمالك بتأجيل ماتش نهائي كأس مصر، بدل ما يبقى يوم 20 مايو يبقى يوم 4 أو 5 يوليو. والهدف ايه؟ مش الهدف راحة نادي بيراميدز نهائي، الهدف انه يأجلوا قيد لعيبة الجديدة مع الاهلي زي زيزو وزي اي حد تاني، بقية اللعيبة اللي هتيجي. لان الزمالك وبيراميدز متفقين يقول لك طول ما احنا هنأجل المباراة، لان الاهلي هيسافر يوم تقريبا 3 أو 4 لكأس العالم، طول ما احنا هنأجل المباراة الرسمية بتاع كأس مصر لبعد شهر 6 يبقى القيد هيتأجل لبعد نهاية المباراة، لأن الاتحاد الافريقي والفيفا مشددة إن القيد مش هيتفتح إلا بعد آخر نهاية بطولة رسمية في الدوري، سواء كان دوري أو كاس، وآخر ميعاد متحدد يوم 30/5. هم عايزين يشغلوا دماغهم، ولكن صعب. مش الماتش ده اللي يتأجل، ليه؟ ماتش تاني اللي ممكن يتأجل زي ايه؟ هقول لك انا. بيراميدز والزمالك هيلعبوا في الدوري يوم 13، بعد كده بيراميدز وبتروجيت هيلعبوا في الدوري يوم 17، بعد كده الماتش يرجع بيراميدز والزمالك في نهائي كاس مصر يوم 20، بعد كده بيراميدز تخلص وتطلع يوم 24 تلعب سان داونز هناك في ارضها. فهي بصراحه لو النادي الاهلي هيتم تأجيل بتروجيت لراحة الفريق كاهلاوي لبيراميدز وبحترم نادي الزمالك، ولكن انا هبقى مع بيراميدز في النقطة دي.
من حق بيراميدز انها تاجل مباراه بتروجيت، لكن مش من حقها تاجل مباراه نهائي كاس مصر. الاقرب تاجيل مباراه بتروجيت، وممكن تتحط يوم 1/6 يوم 2/6 بالكتير، يعني ممكن يبتدي يتاجل يوم او 2، وممكن ما يتاجلش خالص ويحاولوا يحطوها في الزنقه كده المباراه دي. لكن بيراميدز لها الحق ان هي تريح لاعيبتها قبل ماتش سان داونز قبل النهائي، لكن ما يطلعليش واحد من اعلام الزمالك يقول لك احنا لازم ناجل مباراه النهائي بتاع كاس مصر لان هي بقت من الامن القومي لفوز بيراميدز لدوري ابطال افريقيا. من امتى ده او امن قومي؟ من امتى الكلام ده؟ يعني انا عاوز افهم من امتى بيراميدز طالع برضو الاعلام يقول لك بيراميدز دلوقتي بيمثل مصر في افريقيا؟ طب ما انت كان الاهلي بيلعب في افريقيا، اشمعنى ده بيمثل وده بيمثلش؟ لان هما بيقولوا الكلام اللي على مزاجهم، الكلام اللي مش على مزاجهم. يلا، فمن حق ان بيراميدز ماتش بتروجيت يتاجل لها، ونرحل ماتش نهائي كاس مصر يبقى يوم 19 ولا يوم 18، ويدي اريحيه لبيراميدز في نهائي دوري ابطال. انا معاك في دي، ولكن مش بالمخطط اللي هم عاوزينه علشان يضروا النادي الاهلي في عدم كده اللعيبه اللي هتاخدها معاها كاس مصر، كاس العالم. هم ما بيفكروش غير في انه يضروا الاهلي، ولكن الاهلي عمره ما فكر ان يأذي حد ولا يضر حد. لحد دلوقتي لسه ما فيش قرار نهائي، ولكن الاقرب والاقرب ان ماتش بتروجيت هو اللي هيتاجل، وماتش نهائي الكاس هيجي يوم 19 او يوم 18 بدل 20. نيجي لبن رمضان. بن رمضان في الوقت الحالي بقى هو الاقرب للنادي الاهلي، الاقرب في اي وقت تاني للنادي الاهلي عن كوتيسا كمان. ان هم دلوقتي شايفين ان لاعب في وسط الملعب مع امام عاشور هو اللي هينقل الهجمات بتاعه الاهلي من الدفاع للهجوم، هو اللي هيعمل التحولات، هو اللي هيعمل الكروسات، هيعمل ثرو، هيدمر خطوط الدفاع وخطوط الوسط بتاع الخصم، هو اللي هيحرك ويلاعب الاطراف ويلاعب قلب الهجوم بتاع الاهلي. هم دلوقتي متجهين لبن رمضان. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس امرا. اللايك بتاعك جميل، لو مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.